أهلا بكم في برنامجنا كوابيس مع ولاء شريف. النهاردة جاية لكم بقصة جديدة من إعداد ملك الرعب الكاتب إبراهيم أسامة. إن شاء الله تعجبكم النهاردة أحداث القصة. قبل ما نبتدي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت للقصة واشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم مني كل ما هو جديد. ودلوقتي يلا بينا نسمع مع بعض أحداث قصة النهاردة. الحياة مش زي ما احنا ما بنظن أبدا، أسوأ بكتير قوي من اللي احنا شايفينه. لكن احنا بقى بنحاول نتخطى الأمور علشان نخلي حياتنا بسيطة وسعيدة. أنا اسمي محمد، عندي 26 سنة، اتخرجت من كلية تجارة. وطبعا زي ما انتوا عارفين ان انا زي اي حد في الدنيا مش شغال بالشهادة بتاعته. انا شغال ديليفري في مطاعم، بس في مطعم مشهور. حكايتي بدأت من يوم اجازة وكنت زهقان جدا. طبعا انا حياتي كلها عبارة عن شغل، صحاب، نوم. وده طبعا يرجع لان اهلي مسافرين من زمان، معرفش عنهم اي حاجة. المهم فتحت اليوتيوب وقلت اتفرج شوية على فيديوهات عن السحر وخلافه. اصلا انا ما قلتلكوش انا مهووس جدا بالجن والعفاريت وكل ما هو غريب. فضلت اتفرج على الفيديوهات لحد ما لقيت واحد بيتكلم عن كتاب اسمه العزيف. فضلت اتفرج على فيديوهات كتيرة اوي عنه وقلت لنفسي طب ما اجيب الكتاب ده، بس المشكلة اجيبه ازاي او اجيبه منين؟ انا معرفش طبعا هجيبه منين او المكان بتاعه فين. بس وانا قاعد كده وعمال افكر جات لي فكرة عبقرية، فكرة حلوة قوي. منزل الكتاب PDF على اللاب. اول ما جات لي الفكرة قمت جريت على اللاب زي المجنون، فتحته ودخلت وبدأت ادور وبقى يجي قصادي لينكات كتير جدا مزيفة وكتب باسم العزيف، بس طبعا وهمية. وفي لينك بقى من اللينكات دي دخلت عليه وطلع لي رسالة مكتوب فيها الآتي: إذا أردت القوة والمعرفة فعليك بالخشوع واتباع الآتي. قلت يعني إيه؟ معناه إيه الكلام ده؟ المهم أنا دوست على كلمة الآتي، فتحت قصادي صفحة فيها رسالة مكتوب فيها: أنت الآن موافق على السجود من أجل امتلاك القوة من غير تفكير. أوام قمت دايس موافق والكتاب ظهر قدامي. دوست تنزيل للكتاب. الغريبة بقى انه اتحمل بسرعة رهيبة لدرجة ان انا اتنرفزت جدا، لان كده يبقى الكتاب وهمي، اي صور وبس وتتفتح قدامي وانا اساسا كده معرفش عنه اي حاجة. لكن اتفاجئت ان هو ده فعلا الكتاب الحقيقي. فتح قدامي بس مكتوب بلغة غريبة جدا. قلت وانا هقرأ الكتاب ده ازاي؟ ويعني ايه همتلك القوة؟ ازاي يعني؟ فجأة وانا بكلم نفسي لقيت صوت فحيح ملا المكان، وصوت بيوشوش في وداني وبيقول لي: الخضوع الآن. وبما اني بقى قليل الإيمان قلت ازاي؟ انا هخضع بس ازاي؟ ماشي، انا عايز امتلك القوة الأبدية حتى لو هبيع روحي. سمعت صوت ضحكة بشعة ملت المكان كله، ولقيته بيقول لي: وافق على العهد. عهد؟ عهد ايه بالظبط؟ وانا بقول كده لقيت في صوت خروشة طالع من الحمام. بعد كده طلعت اجري وخفت،
بس في لحظة جمعت قوتي عشان أقوم تاني. قمت ودخلت الحمام، ومجرد دخولي الباب قفل والنور قطع. قلبي وقع في رجلي من الخضة، لكن اتملكت نفسي ومسكت الباب قوي. وأول ما مسكت الباب لقيت أكرة الباب عبارة عن جمرة من جهنم، سخنة جدا لدرجة إن إيدي كانت هتتحرق. قمت سايب الأكرة فجأة بسرعة، بصيت ورايا، شفت حاجة غريبة قوي. تعرف لما تبقى قاعد في الضلمة كتير وخلاص بقى عينك اتطبعت على الضلمة وتبدأ تشوف اللي حصل، كل اللي حصل قدامك أكن خيالات. هو ده اللي أنا شفته. وشفت بقى واحد طويل جدا واقف، معرفش واقف ازاي وهو بالطول ده. وقلت له: انت مين؟ انت مين؟ كان صوتي بيترعش وانا بقولها له. لقيته بيقول لي بصوت بشع: انا الخادم، خادم العهد. ومد ايده بورقة، مسكتها ملمسها كان عامل زي جلد البني ادمين. بصيت عليها وبعد كده بصيت له وقلت له: عهد ايه؟ معرفش انت عايز ايه. انك توقع على العهد اللي هيبقى بيننا وبينك. طب ازاي؟ هقول لي عايزني اعمل ايه؟ الدم بالدم. قمت فعلا، قمت دورت ولقيت فيه موسى عندي على المراية، جبته، جرحت نفسي وحطيت الدم على صباعي وبدأت بيها أكتب اسمي. مجرد ما خلصت قال لي على باقي الشروط. لقيت نفسي واقف كده بسمع له هو بيقول: اسجد الآن. لا طبعا لا. زعقت فيه وقلت له: مش هسجد. لقيته بيقول لي بصوت أجش وصوت خشن: أسجد وإلا. يعني هعمل إيه يعني لو سجدت؟ وإنت هتعمل لي إيه؟ أنا ههديك القوة والقدرة اللي مفيش بني آدم قدر يوصل لها. عرفني طيب الأول، أنا هسجد لمين وهبايع نفسي لمين؟ وفعلا سجدت لأن إيماني ضعيف، وقلت: إني أبايع روحي وجسدي لك يا سيدي مقابل القوة. أبايع لك روحي وجسدي وعقلي. بعد كده سمعت صوت ضحكة بشعة ضربت المكان كله، وقال لي: الآن وأنا خادم لك. بصيت له كده وقلت له: خادم ليا أنا؟ خادم لك لحين تتعلم. وأنا خادم ليك حتى مماتي، بس عايز أعرف اسمك إيه وأنا بايعت روحي لمين؟ لقيته بيقول لي: ما تسألش، ودي آخر مرة تسأل فيها. أنا عبس، وانت بايعت نفسك لسيدي وسيدك إبليس. يا خبر اسود، الكلمة نزلت عليا زي الصعق، وكان في جوايا صراع غريب. يعني ايه؟ انا بعت نفسي لإبليس خلاص كده؟ وصلت المرحلة دي اللي كده؟ وفي صوت تاني كان في دماغي بيقول لي: انت هتمتلك قوة مش عند بشر، انت خلاص سجدت، كمل لآخر، كمل وما تضيعش الفرصة. استجمعت قوتي، خرجت من الحمام وانا جسمي كله مكسر. قعدت على كرسي كان قريب مني وباخد نفسي ووشي مليان عرق. لقيت تليفوني على الأرض، مسكته، فتحته، لقيت زميلي في الشغل متصل بيا فوق 15 مرة. اتصلت عليه وأول ما رد قال لي: ايه يا ابني انت فين؟ ايه يا محمد، بقالك 6 أيام يا ابني مختفي. انا كنت خلاص هفقد الامل ان انا الاقيك. بتقول ايه؟ 6 أيام ايه؟ قال 6 أيام. قال: والله يا سيدي بقالك 6 أيام، وحتى انا جيت وخبطت على الباب محدش فتح.
بصيت في التليفون لقيت فعلا عدى 6 أيام. قلت لنفسي طب 6 أيام ازاي؟ ايه يا ابني انت رحت فين؟ مفيش ابدا، انا موجودة اهو، بس اصل انا عند ناس اصحابي كده في بلد تانية. طيب ماشي، على العموم استاذ خالد قال لي ابلغك انك ما تجيش تاني. قلت له ازاي؟ ساعتها لقيت عبس واقف قدامي، قمت ساكت كده وقلت له خلاص خلاص يا عمر، انا هعدي عليه. وقفلت. عبس لقيته بيقول لي انت مش محتاج الشغل، خلاص انت على ابواب النعيم الابدي. كان بيتكلم بصوت خشن هجش. خفت ولقيته بيقول لي انت خايف ليه؟ اخر مرة تخاف، اخر مرة قلبك يكون كده. واختفى فجأة. قلت لنفسي ازاي 6 أيام وانا كنت فين؟ افتكرت الكتاب، جريت على اللابتوب لقيت حاجة غريبة جدا. الكتاب بقى ورقي مش علاب، ورقي مكتوب ملموس شبه جلد البني آدمين. فتحت لقيت المتوقع، الكتابة أنا عارف أقرأها. قلبت شوية في الكتاب، عبارة عن شر وأسماء جن. فضلت أقرأ مفيش حاجة حصلت. زهقت وقلت يا عبس. ظهر وقف قدامي. قلت له ساعتها أنا مش فاهم حاجة. ساعتها رد عليا وقال لي أنت مش محتاج كتاب، أنت حامل العهد. ماشي، بس أنا عايز أعرف أعمل إيه لامتلاك القوة. رد عليا وقال لي القربان، قدم القربان. القربان؟ يعني إيه؟ القربان. فضل يقول لي القربان واختفى وسابني في الحيرة. قربان. وانا بقول كده لقيت قطة سودة طالعة من الحمام. جبت السكينة ومسكت القطة ذبحتها وانا بقول أقدم لكم القربان سيدي ومولاي. القطة بتطلع صوت مخيف. مسكت الدم وغرقت نفسي بيه. ظهر واحد شكله مش مخيف خالص، لابس زي بدلة وواقف بيبصلي ويضحك. أنا قلت له أنت مين؟ رد وقال لي أنا اللي قدمت له روحك، أنا إبليس. وضحك ساعتها ضحك غريبة وقال لي سيدك لوسافير قدم الولاء والطاعة. عارفين عملت إيه؟ سجدت وقلت أقدم لك فروض الطاعة، أقدم لك روحي وجسدي وعقلي يا مولاي لوسافير. ضحك وظهر معاه عبس اللي كان واقف منحني أمام لوسافير. لوسافير اختفى وعبس مسك راسي. لقيت الدنيا بتتبدل ولقيتني واقف قدام قبر أو ضريح مرتفع عن الأرض زي المقامات كده. عبس قال لي ده قبر شيخ الجن اللي هيعلمك كل حاجة هنا. هتقدم فروض السمع والطاعة علشان يرضى عنك. بصيت حواليا لقيت مفيش مقابر، مفيش خالص غير قبر شيخ الجن اللي كان مبني من الطوب اللبن. في حيوانات كتيرة مذبوحة. قبل ما أسأل لقيت عبس بيقول لي الجن بيحب الدم. شكله كده بيقرأ أفكاري. مد إيده، ظهرت شنطة من العدم، خرج منها قطة سودة كبيرة، وخرج خنجر مرسوم عليه نقوش طلاسم. وساعتها بصلي وقال لي اذبحها. ذبحتها فعلا. فضلت تصرخ وصوتها بقى بشع. الدم بتاعها جه على هدومي وإيدي وعلى المقبرة نفسها.
أما عبس فمسك الدم وبقى يشرب فيه بنغم شديد جدا، مسك الدم مسح بيه وشي. في اللحظة دي شفت حاجات كتيرة غريبة بتخرج من قبر شيخ الجن، وبتتشكل على هيئة حيات وتعابين كتيرة جدا. ظهر كمان ناس طويلة قوي ملهاش ملامح. كنت خايف ومرعوب، بس كان عبس واقف ماسك فيا جامد، وكنت حاسس ان في كائنات خفية بتسحبني لجوه القبر. جيت اقرأ قرآن، ضربني على دماغي وقال لي اوعى، اياك. بس انا اساسا نسيت القرآن، ما انا خلاص بقيت كافر. عارفين فاضل لنا هناك قد ايه؟ 40 يوم بنصلي صلاة غريبة، وبناكل أكل غريب، وبنقدم قرابين، ونصوم صوم غريب جدا، ونفطر على دم. في يوم 40 حلمت إني واقف عند قبر الشيخ الجن، ورجلي هي اللي مسيطرة عليا، وفضلت ماشي ووقفت وسمعت الصوت من جوه بيقول ادخل، هو مستنيك. وظهر فيه كده مرة واحدة ايدين من جوه طويلة كلها شعر. ظهر مخلوق غريب، تكوينه زينا بس أطول بكتير، جسمه كله مليان شعر، راسه شبه راس الجدي. ما خفتش لأني خلاص وصلت لدرجة كبيرة جدا من الكفر. طبعا كفرت من أجل القوة. المخلوق ده اتكلم. قمت من النوم وعابس واقف قدامي مبتسم وبيقول لي مبروك لك يا سيدي. أنا في 40 يوم اتعلمت ازاي أحضر الجن بكل أنواعه، وقدرت كمان أشوفهم. عبس بقى معايا دايما. فضلت أكتر من 20 سنة بحضر الجن واصرفه، وممكن كمان أعمل مذبحة ليه. وطبعا سيدي لوسفير كان مبسوط، وكان كمان ليا واحد بيمدني بالقوة اسمه دايمون. نقلت من المنطقة اللي كنت فيها بعد ما أصحابي كلهم بعدوا عني، رحت منطقة أرياف. عبس كان معايا طبعا، ما هو الجن بقى أهلي، وبقيت مبسوط ومستمتع، بقيت من أغنى أغنياء القرية. في يوم جالي العمدة بتاع القرية وقال لي الحقنا يا مولانا، ابني بيموت بقاله فترة ومحدش عارف ايه السبب. ساعتها قلت له روح وأنا جايلك. عبس قال لي لازم روح لوحدك، انت خلاص معاك كل العهود، انت بقيت أقوى من الجن نفسه. قمت ورحت للعمدة اللي بعت عربية خاصة ليا. دخلت بيت كبير وواسع، الأرض أول ما نزلت كانت بتتهز بيا، وأنا بس اللي حاسس بده لأن الناس كانت بتتعامل عادي. شميت ريحة بشعة، أنا عارف كويس الريحة دي ريحة الجن، أنا حافظها كويس. دخلت الغرفة بتاعت الواد، لقيت الواد في حتة تانية، شاب في التلاتينات نايم على السرير وفي دم بينزل منه. في 2 واقفين بيغيروله وهو اتعدل وقام، وبدأ يرجع سائل اسود لزج. وسط كل ده كان في مسامير. لفت بعيني في المكان، شفتهم في السقف. بصيت للواد الشاب وقلت له سيبني لوحدي. وفعلا خرج، وانا بصيت على السقف وقلت لهم انزلوا. بصولي باستهزاء. قعدت على كرسي وقلت لهم انزلوا بالأدب. قلت لهم بعلو صوتي بحق طلطميش ابن برجيش، بحق الملك الأخضر ملك النوايب والنصايب، اهبطوا مقبلين مخدعين مسود الوجوه. الصرخات بدأت تملى في المكان كله. نزلوا وحرفيا اتسلسلوا. هما كانوا 7 خدام للسحر،
وكل جسمهم اسود ولهم قرون حمرة زي النار. قلت لهم ساعتها ارحلوا. ساعتها ردوا وقالوا لي احنا معانا عهد مع طلطويش ابن بنكبير. ساعتها بصيت لهم وقلت لهم ارحلوا. ضحكوا وقالوا لي لا رحيل، مش هنرحل، احنا مكلفين بمهمة ولازم تخلص، والواد خلاص كلها ساعات ويموت. قلت لهم طلباتكم ايه عشان ترحلوا؟ اختفوا حوالي دقايق وظهر واحد اكبر منهم حجما. حسيت ان هو ده الزعيم بتاعهم، والخادم اللي واقف كان منحني ليه واللي بيكمل عمله مع الولد. وقال لي قربان طفل رضيع معك ساعة. ندهت على ابو الولد وقلت له انا عايز طفل رضيع وبسرعة. لقيته بيقول لي وانا اجيب طفل رضيع منين؟ ساعتها بصيت له وقلت له اتصرف. غاب شوية وجه ومعاه طفل صغير. لقيته بيقول لي ده ابني شغال عندي. قلت له انت عارف انا هعمل ايه في الولد ده؟ قال تعمل اللي تعمله، مالوش عازة عندي، انا اهم حاجة عندي هو ابني. اخدت منه الطفل وقلت له اطلع برا. اول ما طلع طلعت سكينة من الشنطة، ذبحت الطفل وانا بقول بصوت قوي وعالي باسم طلطميش ابن برجيش انكسر عهد الخادم، انهض في ثباتك. انكسر عهد الخادم، الخدام السبع انهضوا من ثباتكم، لا أمراض ولا دم عليك بحق طلطويش ابن بنكبير. انكسروا العهد بحق اللحم والعظم والدم. انهض. الكائنات اختفت والشاب قام وقف وقعد يصرخ. جريت على جثة الرضيع خبيتها عشان ما يشوفهاش. الشاب أول ما فاق لقيته بيقول لي انت مين وايه الدم ده؟ اتفاجئت لقيت ابوه دخل يجري على صوت الولد، وانا بقيت مبسوط جدا من نفسي. مفيش حد بقى يقدر يقف قدام قوتي وجبروتي. رحت بعد ما اتفقت مع العمدة على المبلغ اللي هاخده، ودخلت جري على الأوضة بتاعتي وبقيت زي المجنون بقول دايمون. ظهر. خلوني أوصف لكم دايمون طويل البنية وله قرون من النار، وجسمه كله مليان شعر، وراسه شبه روس الكبش. أول لما ظهر تلقائيا سجدت وقلت سيدي ومولاي دايمون. ضحك وقال لي اتعلمت بسرعة، ناقص حاجة واحدة بس. رديت عليه وقلت له ايه هي؟ قال لي عبس، عاد وخلص، اقضي عليه، وانا مستني اللقاء العظيم ده. قلت له ساعتها اوامرك تطاع. وقلت عبس اول لما ظهر قال لي عايز تقضي عليا بسهولة، وخنقني ورفعني من على الارض. انا بتخنق وبموت، بلف بعيني في المكان بحاول اشوف دايمون. حسيت اني بروح وروحي بتتسحب مني، وهو عمال يخنق فيا ورماني على الارض. وقفت وقلت له انا باخد نفسي، انت علمتني، بس اوقات التلميذ بيتفوق على الاستاذ. بحق طلطوش ابن طليوش أقسمت عليكم أيتها الأرواح المقاتلة عبر الجحيم وآجرة أن تقسمي من عنقه حتى قدمه قسما قسمين، وزور دمه أنفروه كالماء السائل. الآن
عبس كان بيصرخ، وفجأة انشق نصين وأنا واقف مبسوط من نفسي، مبسوط قوي. وظهر ديمون وقال لي: تلميذي النجيب، وشاور عليا. ظهر كائنات كتير وقال: كانوا لي أعوان. وقال لي كمان: دي مكافأة مني ليك. سجدت ليه وقلت: شكرا سيدي. وقعدت وقلت: سيدي ومولاي لوسافير، أستأذنك بالحضور. سمعت صوت في وداني بيقول: كبرت وقلبك قوي، إنك تقد وتحضرني. بالشكل ده قلت له: هو أنا مين عشان أحضرك؟ أنت سيدي، تحضر وقت ما تشاء. ضحك وقال لي: انشر العلم بين البشر. ساعتها قلت له: أنا عايز القوة اللي لم يمتلكها إنس أو جن. رد عليا وقال: بسيطة، بس دي انت عارف التمن، الخضوع. رديت عليه وقلت له: ومن امتى وانا رفضت طلب ليك؟ وفضلت يوم كامل بقدم ولاء وفروض، حرفيا كفر في كفر. نسيت المصحف، نسيت ربنا، نسيت اي مراسم دينية. بس بقى معايا قوة وجبروت مش في حد تاني. يوم لقيت باب بيخبط. فتحت لقيت عمر، فاكرينه اللي كان شغال معايا. اول ما شفته قلت له: اهلا، ازيك يا عمر؟ لقيته بيرد بيقول لي: ايه يا عم محمد، فينك يا عم وفين اراضيك؟ اتفضل ادخل. وقعد وقلت له: هو انت ايه اللي جابك هنا؟ لقيته بيقول لي: عندي هنا يا عم مشكلة، والبلد كلها قالت لي ان في واحد هنا بركة. فقلت لهم ماشي نشوفه يمكن يحل لنا المشكلة. مراتي يا عم معمول لها عمل ومش عارفين هو فين، وعايزين نفك العمل. قلت له: وانت عرفت منين؟ رد ساعتها وقال لي: ابدا يا سيدي، واحد هو اللي قال لي كده، بس محدش عارف يطلع العمل ده. ضحكت ساعتها وقلت له: هفك لك العمل مدفون. اول ما قال لي كده وقلت له المدفون، بدأت على طول اقول الطقوس بتاعتي، وقلت: بحق طلطوش ابن كابر، بحق الملك الأخضر ملك النوايب والنصايب، في اللي تطوني بالمدافن، بحق ديمون الآن ظهر قدامي على الأرض. مسكته وفكيته، لقيت صورة لمراته عليها طلاسم. حرقت الصورة. صوت صريخ جامد. بعد كده حصل هدوء. قلت له: بس كده يا عم، العمل اتفك. نزل عليا بالبوس والأحضان وبقى يشكر ويهلل وهو بيتكلم. سمعت صوت ديمون بيقول قدامي: قربان، دم نقي، قدم قربان لنا. قلت لعمر: اخرج بره بسرعة. ليه يا عم، انت زعلت مني ولا ايه؟ اطلع بره يلا، قوم جري على بره. وهو بيجري ظهر من العدم عربية وخبطت عمر. صاحبي مات. جريت عليه ولقيته ميت والدم مغرق الأرض. دخلت جري: ديمون يا ديمون! ظهر لي. قلت له: موته ليه؟ رد عليا ساعتها وقال لي: أنا ولا قربت منه، ده أجل ونصيبه. أنا مفيش في إيدي موت أو حياة. أنت فعلا مفيش في إيدك موت ولا حياة. أنت فعلا مفيش في إيدك حياة أو موت. أنت فاهم؟ يعني إيه اللي أنت بتقوله ده؟ تبت
تبت يا ديمون، أنا تبت بعد ما اديتك القوة والخدم والمال اللي محدش يقدر يحلم بيهم من بني آدمين، جاي تقولي تبت؟ بعد كده البيبان بدأت تفتح وتقفل، والنار مسكت في المكان، وكل الخدام والشياطين ظهروا. أنا نفسي بتسحب وأنا بقى على الأرض، قلت أستغفر الله العظيم، أستغفر الله، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سامحني يا رب، سامحني يا رب. واترميت على الأرض. سمعت أصوات ناس بتحاول تكسر الباب، وناس دخلت البيت عليا وطلعوني برا البيت اللي كان بيولع كله حرفيا. قدرت اخد نفسي ولقيت شيخ واقف شكله راجل بركة ووشه منور، فضل معايا لحد ما قدرت اقف، ولقيته بيقول لي تعالى بات معايا يا ابني عندي، انا عايش لوحدي. بصراحة انا مصدقت، كنت محتاجة اتكلم معاه، فوافقت على طول. الناس بقى طفت النار وانا مشيت مع الشيخ، واحنا في الطريق كان كل اللي بعمله بستغفر ربنا. قلت له انت اسمك ايه يا شيخ؟ رد عليا وقال لي عرفة. اسمي عرفة يا ابني، انا امام المسجد هنا ومعالج بالقرآن. حكيت له على كل حاجة من اول الكتاب لحد دلوقتي. ساعتها بصلي وقال لي لما نوصل البيت نتكلم في الموضوع ده. اول لما وصلنا لقيت وشه اتغير وبدأ يزعق ويقول لي ازاي تعمل كده؟ هما على العموم مش هيجولك طول ما انت محافظ على ذكر ربك وصلاتك، بس ازاي تسجد للملعون ده؟ قلت له ساعتها كلنا كده، ساعة الضعف بنبقى أسوأ من أي حاجة. لقيته رد وقال لي لا، أنا وقعت في أخطاء كتير ياما وبعترف، بس لما بستغفر ربي، هو بس لما بغلط برجع له، هو بس لما بخطأ برجع له بتوب، وهو برضو لما بكون حزين ومزنوق ومتضايق بترمي على الأرض وبسجد له، ولما بكون حاسس إني وحيد والناس كلها مدياني ظهرها بكلمه هو بس، لما بعيط بحس بوجوده، هو الحق وهو العدل الجبار، العدل المنصف القوي الرحمن الرحيم. قال لي قول ورايا يا ابني، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رددت وراه ولقيتني بقول من نفسي اللهم إني أسألك بإني أشهد بإنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم علمني بما أنت أهل ولا تعلمني بما نحن أهل، فأنت أهل الرحمة وأهل المغفرة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دلوقتي أنا عندي 55 سنة الحمد لله، محافظ على صلاتي وما بتأخرش عن الجامع ولا لحظة. أنا جيت النهاردة بس حبيت أحكي لكم حكايتي، يمكن تتعلموا إن الملعون إبليس كذاب وطريقه كله كفر. هي حكمة بس اللي عايزة أقولها لكم، كن مع الله يكن الله معك، كن مع الله يكن الله معك.
وبكده نكون نهينا معاكم أحداث قصة النهاردة للكاتب ملك الرعب إبراهيم أسامة. ياريت ما تنسوش تعملوا اللايك وشير والكومنت، واشتركوا بالقناة لو لسه مشتركتوش، وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم مني كل ما هو جديد. دمتم في حفظ الله. سلام عليكم.